فيلم جديد لليام نيسون In the Lands of Saints and Sinners، فيلم اكشن جريمه تشويق. كالعاده ليام نيسون بشوف كل فيلم جديد بينزله حتى لو عارف انه هيكون فيلم متخلف. اخر فيلم حلو ليه بالنسبه لي كان نون ستوب، ده نزل 2014، وبعدها في 2016 شفناه في فيلم سايلنس، بس ده كان من اخراج مارتن سكورسيزي. لكن بشكل عام لو بتكلم عن افلامه العاديه البي موفيز الاكشن اللي كل سنه بيعمل منها 6-7 افلام دي، لا هو نون ستوب اللي كان الى حد ما ماسك نفسه شويه. على الاقل ليام نيسون كان بيقدر يتحرك شويه ويعمل مشاهد اكشن مقبوله يعني. قصه الفيلم بتدور في السبعينات في قريه ايرلنديه صغيره عن فينبار ميرفي. فينبار بيحاول يهرب من ماضيه المظلم وبيتجه لقريه صغيره بيعيش فيها مجموعه من السكان المحليين، ولكن عصابه من الجمهوريين الارهابيين بيظهروا في القريه دي، وفينبار بيموت واحد منهم عشان بيستغل بنت صغيره من السكان المحليين. فبالتالي فينبار بيعود مره اخرى للجانب المظلم بتاعه لمواجهه الارهابيين اللي بيحاولوا ينتقموا منه. من اول نظره كده هتحس انه فيلم ما يختلفش نهائي عن افلام ليام نيسون العاديه، قصه انتقام بيتورط مع مجموعه من الاشرار. سبحان الله بالصدفه طلع عنده مهارات قتاليه احترافيه بيموتهم كلهم، الفيلم بيخلص. ولكن الفيلم ده مختلف شويه. للي ما يعرفش ليام نيسون اصلا ايرلندي، والفيلم بتدور احداثه في ايرلندا، وكمان ليام نيسون المره دي معاه 2 من الممثلين اللي برضه ايرلنديين واللي بحبهم جدا، سياران هينز اللي شفناه في فيلم بيلفاست، وكيري كوندون اللي شفناها في فيلم ذا بانشيز اوف انيشيرين. انا اول ما شفت التريلر وشفت الكاست ده قلت اكيد الفيلم ده مختلف. مجموعه من الممثلين الايرلنديين بيحكوا قصه شبه سياسيه في ايرلندا. الفيلم شخصي، الفيلم طالع من القلب، الفيلم طالع من الناس اللي اختبرت حاجه زي كده. وفعلا قصه الفيلم الى حد ما مكتوبه كويس. عندنا شخصيه فينبار ميرفي، شخص حارب في حرب استقلال ايرلندا عن بريطانيا، ولذلك عنده مهارات قتاليه وبيقتل بدم بارد. يبدو انه عنده ماضي مظلم من القتل والتفجيرات والاحداث السياسيه اللي دارت في السبعينات في مدينه بيلفاست، واللي كانت تحت عنوان ذا ترابلز او الاضطرابات، ودي كانت حروب أهلية داخلية في أيرلندا. بيقرر إنه يسيب ده كله وراه خالص ويعيش في قرية صغيرة هادية ويعمل علاقات إيجابية مع سكانها المحليين. ولكن مجرد ما بيعرف إن في بنت صغيرة بتتعرض للاستغلال من شخص سيء بيستخدم فيه المهارات القتالية بتاعته وبيموته، فقط لنكتشف إن الشخص ده تابع لمنظمة إرهابية هربت من الأحداث السياسية برضه من بيلفاست واستخبت في نفس القرية الصغيرة اللي استخبى فيها فينبار. ومن هنا بيبدأ صراع بين فينبار وهؤلاء الإرهابيين، فهل هيقدر يتصدى ليهم؟ وإيه تأثير ده على علاقته بالسكان المحليين لما يعرفوا إنه كان قاتل مأجور؟ تقريبا نفس ستايل افلام ليام نيسون عادي جدا، ولكن بقصه مختلفه شويه. يعني لو ما كانش الموضوع مرتبط بالسياسه وايرلندا والحاجات دي، وكان فيلم اتصور في نيويورك ولا شيكاغو، كان هيبقى تيبيكال فيلم ليام نيسون عادي جدا. بس الفيلم بصراحه سيء بشكل مش طبيعي. يعني يمكن القصه مكتوبه حلو فعلا، القصه زي ما انا حكيتها كده تبان مثيره للاهتمام، لكن الاخراج والسيناريو والتمثيل والايقاع بتاع الفيلم من أسوأ ما يمكن. الفيلم 2 ساعة إلا شوية، لكن تحس إنه 5 ساعات، مش راضي يخلص، زهقان مش قادر أكمله، ببص في الموبايل كل شوية. الإيقاع فيه مشكلة كبيرة جدا فعلا، وده خلى القصة كلها مش مثيرة للاهتمام خالص بالنسبة لي. لكن بصراحة أنصح برضو بمشاهدة الفيلم. الصورة السينمائية من أكتر الحاجات المبهرة في الفيلم كله، تقريبا دي الميزة الوحيدة. الفيلم فيه استعراض مميز جدا للمناظر الطبيعية المذهلة لأيرلندا. كمان الموسيقى التصويرية في الفيلم من أجمل ما يمكن، ميكس رهيب جدا بين الموسيقى التشويقية وموسيقى بريطانية كلاسيكية وموسيقى الكمان الحزين. الفيلم فيه طبيعة سينمائية وموسيقية جميلة جدا، وده طبيعي لأن أي فيلم متصور في أيرلندا لازم يبقى مريح للأعصاب. مشاهد الأكشن زي ما كنت متوقع طبعا كحيانة. ليام نيسون عجز خلاص يا جماعة، الراجل عنده 71 سنة، ما شفتش في الدنيا حد في السن ده بيعمل أفلام أكشن. كتر خيره إنه لسه بيعمل أفلام، كتر خيره أصلا إنه لسه عايش. باختصار فيلم ممل جدا وقصته من أسخف ما يمكن، وبينتهي بنفس النهاية اللي بينتهي بيها أي فيلم من أفلام ليام نيسون اللي إحنا متعودين عليها. الفيلم سطحي مش عميق، التفاصيل ضايعة وخالي تماما من المشاهد المؤثرة أو العاطفية اللي تخليك تحب القصة أو تتعلق بالشخصيات. فيلم In the Land of Saints and Sinners تقييمي ليه 5/10. وبس كده، دي كل حاجة عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو اللي بعده. سلام.